ملعب بيسبول مدرسة ثانوي في اوهايو، لاعب عنده 16 سنة واقف في المكان الغلط، ويجي واحد بمضرب بيسبول يرزعه في وشه بدل الكورة. الدم بقى في كل مكان، الجمجمة مكسورة في 3 اماكن على الاقل، المخ وارم بشكل خطير. الدكاترة هنا قالوا لاهله لو عاش ممكن ما يمشيش تاني بشكل طبيعي. بعد 6 شهور من العلاج المرهق لسه بيحاول يمشي من غير ما يتعب، بيحاول يشوف كويس بعينه المصاب. ما كانش عنده خطة كبيرة، بس قرر حاجة واحدة بس، انه ما يستسلمش. كل يوم كان بياخد خطوة صغيرة زيادة. النهارده هيمشي لغاية اخر الممر جوه المستشفى، بكرة هيمسك الكورة لأول مرة من شهور، بعده هيحاول يرمي الكورة. محدش كان متوقع حاجة، بس هو فضل ماشي خطوة ورا خطوة من غير ما حد ياخد باله. كان بيتحسن كل يوم 1% تقريبا. النتيجة بعد 4 سنين انه بقى كابتن فريق الجامعة، والاهم من كده انه اكتشف السر اللي غير حياة اكتر من 20 مليون بني ادم. اللي بنتكلم عنه النهارده هو جيمس كلير، مؤلف كتاب اتوميك هابتس. الكتاب اللي اتباع منه اكتر من 20 مليون نسخة، اترجم لاكتر من 63 لغة مختلفة، كان موجود لاكتر من 200 اسبوع على قائمة نيويورك تايمز، وتقييمه على جود ريدز بتقييم اكتر من 3 مليون شخص ب 4.3 من 5. والنهارده هنعرف السر اللي حول مأساة كبيرة لمعجزة، وازاي انه ال1% بس في اليوم ممكن تعمل 3700% في السنة تغيير. ودي بالظبط الفكرة اللي بيتكلم عنها جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس. الكتاب ده مبني على 3 افكار او 3 قوانين اساسية مهمة، لو فهمتهم كويس فانت هتفهم 90% تقريبا من سر النجاح. الفكرة الأولى عندنا هي قانون ال1%، الفكرة الثانية هي فخ الاستسلام، الفكرة الثالثة هو أنت مين أو الهوية بمعنى أصح. خلينا نفك واحدة واحدة كده بالتفصيل ونتكلم عنها. خلينا أشرح لك قانون ال1% الأول بمعادلة رياضية بسيطة. لو أنت النهاردة حسنت نفسك بنسبة 1% في 365 يوم اللي هم عدد أيام السنة، بيساوي تقريبا 37.7، وده معناه إن أنت هتبقى أفضل 37 مرة من شخصيتك الحاليه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ خلينا ناخد كده مثال عملي علشان تفهم اكتر انا قصدي ايه. عندنا شخص قرر انه يخلي القرايه عاده عنده في يومه، فقرر يقرا 10 دقائق بس كل يوم. الشهر الاول هيقرا تقريبا 5 ساعات اللي هي تقريبا كتاب واحد. السنة الأولى هيعمل تقريبا 60 ساعة اللي هم 12 كتاب تقريبا. بعد 5 سنين يعني عمل 300 ساعة قراية، اللي هو ببساطة بقى خبير في المجال بتاعه. وده بس من ال10 دقايق قراية اللي كان بيعملها يوم بيوم. اللي عايز أقوله لك في قانون ال1% إن النجاح مش قفزة مفاجأة مرة واحدة ممكن تحصل، لا، ده النجاح هنا هو قاصد بيه إن هو عملية تراكمية. والكتاب فيه إحصائية من جامعة ديوك واللي بتقول لك إنه 40% من اللي بنعمله يوميا في عاداتنا هي عادات أوتوماتيكية او بتتعمل بشكل تلقائي. الفكره الثانيه في الكتاب هي فخ الاستسلام، وده بيقول عليها هي دي اخطر مرحله في المراحل كلها، ودي المرحله اللي بيستسلم فيها تقريبا 95% من اللي بيقرروا يعملوا عادات جديده او بيحاولوا يعملوا عادات جديده او يبنوا عادات جديده. خلينا اديك مثال عملي. تخيل معايا كده معاك قطعه ثلج عند درجه حراره -10، لو رفعت درجه الحراره ل-5 حته الثلج هتفضل زي ما هي. لو رفعت درجه حراره ل-2 برضو مفيش تغيير. طب لو وصلت ل0 لسه حته التلج متجمده زي ما هي. بس لو رفعت عند درجه 1 مئويه التلج بتاعك هيدوب كله فجاه مره واحده. وهنا هو بيقول لك ان العادات بالظبط هو ده اللي بيحصل فيها. اول اسبوع من ان انت تعمل عاده هو مفيش نتائج خالص، اول شهر بيبقى فيه تغيير طفيف، شهرين 3 لسه مفيش حاجه واضحه، بس فجاه بيحصل التغيير اللي عمرك ما كنت متخيله. كل حاجه بتتغير في لحظه واحده بس. والقاعده الذهبيه اللي في القانون ده او في الفكره دي وهي ان النتائج بتيجي متاخره، بس لما بتيجي بتبقى مضاعفه. الفكرة الثالثة أو القانون الثالث هي بتتكلم عن الهوية أو أنت مين، وده السر الحقيقي ورا إن العادات ما بتكملش، وهي إن الناس بتفكر هنا بالمقلوب. خليني اوضحها لك. مثلا شخص زي حالاتي عايز يخس، فالطريقه الغلط اللي احنا كلنا بنفكر فيها ان انا عايز اخس يبقى لازم اروح اتمرن عشان ابقى رياضي. بس طريقه التفكير الصحيحه علشان تبني العاده دي هي تقول ان انت رياضي، فطبيعي ان الرياضي بيتمرن، فطبيعي ان جسمي يخس. لو خدت بالك بين الاثنين فهو الفرق جوهري حرفيا. في المره الاولى انا حطيت نفسي في صراع مع نفسي اللي هي فكره انا عايز اخس، انما في الجمله الثانيه حولتها كانها سلوك طبيعي تلقائي مفروض يحصل ان انا اخس بمجرد ان انا رياضي. خليني برضو اديك امثله سريعه كده عشان تفهم اكتر. عايز ابطل السجاير، انا مش مدخن. عايز اقرا اكتر، انا قارئ نهم. انا محتاج اذاكر، انا طالب متفوق. خدت بالك من الفكره؟ فانت هنا كل مره انت بتعمل عاده انت بتصوت او بتفوت على شخصيتك الجديده. جيمس كلير في سرده للافكار قال في ان عنده قانونين مهمين جدا علشان تقدر تطبق الكلام ده بشكل عملي. عنده قانون كده، القانون الاولاني اسمه قانون الدقيقتين، وهنا بيقول لك ان انك لو عايز تبدا اي عاده جديده ابدا بدقيقتين بس في البدايه. هديك مثال. عايز تقرا كتاب ابدا بصفحه واحده، عايز تلعب رياضه امشي 10 دقائق بس، عايز تتعلم لغه ابدا ب5 كلمات حفظ، عايز تتعلم الكتاب
الكتابه اكتب جمله واحده في اول يوم، والسر هنا انك تبدا صغير جدا لدرجه الاحراج. وده اول قانون هو قال لك ان مهم جدا انك تمشي عليه، الا وهو قانون الدقيقتين. القانون الثاني المهم هو قانون العادات الاربعه. يعني علشان تعمل عاده جديده او تعمل عاده كويسه عندك لازم تمشي على 4 قواعد. انك تخلي العاده واضحه قدامك، لازم تشوفها بشكل دايم، تخليها دايما جذابه فتربطها بمتعه او حاجه حلوه انت بتعملها عشانها، تخليها سهله عشان تقلل مقاومه نفسك ليها، وتخليها مرضيه فتكافئ نفسك بعد ما بتعملها. وعشان تتخلص من اي عاده سيئه اقلب المعادله اللي اتكلمنا عليها دلوقتي. وخليني احكي لك كده قصه لطيفه جدا من البحث وانا بدور عن الكتاب او عن القصص حوالين الكتاب. في واحد كوميدي مشهور جدا في امريكا اسمه جيري سينفيلد، ده تقريبا اشهر كوميدي في امريكا. سر نجاح جيري ان هو كان عنده عاده واحده كان ملتزم بيها لمده 30 سنه، وهي انه كان بيكتب نكته واحده يوميا كل يوم لمده 30 سنه. وعنده تقويم ضخم كده على الحيطه كان بيعمل علامه اكس احمر على كل يوم بيعمل فيه النكته الجديده اللي كان متفق فيها او العاده اللي هو كان عايز يعملها. والقاعده بتاعته الوحيده كانت بيقول دونت بريك ذا تشين، اوعى تكسر السلسله. كان كل يوم محافظ على ان هو يكتب النكته ويروح يعمل علامه الاكس الحمراء. النتيجه هنا ان جيري بعد 30 سنه بقى عنده 10950 نكته، ثروته تعدت ال 950 مليون دولار، سجل اطول مسلسل كوميدي في التاريخ. والدرس هنا من القصه انه العبقريه مش في النكته الواحده، العبقريه في الاستمرار. وخليني اقول لك ان الكتاب ده مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص، الكتاب ده مبني على تقريبا 261 دراسه علميه، ابحاث من MIT عن حلقه العاده في المخ، دراسات من ستانفورد عن البدايات الصغيره، بحث من هارفارد عن التعزيزات الايجابيه. وخليني اقول لك ان جيمس كلير نفسه كان ضحيه حيه للتجربه، من طالب مخه كان وارم لكابتن فريق، من 0 قراء ل20 مليون قارئ، من كاتب مجهول لاكثر كاتب تاثيرا في العالم. وكل ده حصل بنفس النظام اللي حكيت لك عنه في الكتاب من شويه. طيب خليني اكون صريح معاك، هل الكتاب ده يستحق فلوسك ووقتك؟ الكتاب ده مش ليك ومش مناسب لو انت بتدور على حلول سريعه وحلول سحريه، او لو انت عايز تنجح من غير ما تتعب، او اصلا مقتنع ان حياتك مش هتتغير. بس لو انت تعبت من فكره انا هبدا بكره، حاسس ان السنين بتعدي وانت في مكانك، عارف انك تقدر تكون احسن بس مش عارف ازاي، فالكتاب ده ليك. ويبقى الكتاب ده من اهم استثمار في حياتك. خليني بالارقام اقول لك ان الكتاب ده تقريبا سعره من 15 ل 25 دولار، والكتاب عباره عن نظام بيشتغل معاك في اي وقت طول السنه، تقدر تنفذ القوانين اللي جواه. وطبعا العائد ان انت 37 مره افضل من النسخه اللي انت عليها دلوقتي، ده لو التزمت بالكتاب. وخليني اقول لك يا ابن عمي دلوقتي انت قدام مفترق طرق. الطريق الاول انك تكمل زي ما انت، نفس العادات بنفس الروتين، وتستنى نتائج مختلفه، وده بالمناسبه تعريف الجنون. الطريق الثاني انك تبدا عاده صغيره دقيقتين بس كل يوم وتواظب عليها لمده سنه، والمعادله بسيطه، بتحسن 1% منك كل يوم لمده 365 يوم، انت احسن 37 مره. فاكر المعادله؟ والسؤال دلوقتي مش ان هو ممكن الكلام ده، لان جيمس كلير اثبت الكلام ده و20 مليون قارئ اثبتوا الكلام ده، وكل الابحاث اللي قلت لك عليها MIT وستانفورد بيثبتوا الكلام ده. السؤال الحقيقي دلوقتي هو انك انت مستعد دلوقتي، مش بكره ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي، ده دلوقتي اللحظه اللي بكلمك فيها حالا. وخليني اقول لك لو الكتاب ده عجبك بشكل او باخر فانت لازم تعدي على ال4 كتب اللي اقولهم لك دلوقتي، كتب مهمه جدا وفيها نفس السياق ونفس الفريم وركس اللي بكلمك عليها. فانت عندك ذا باور اوف هابت، وعندك ديب وورك، وعندك طبعا الكلاسيكيه بتاع 7 هابت بتاع ستيفن كوفي، وعندك العبقري مايند سيت بتاع كارول دويك. لو الفيديو ده فتح لك فكره جديده او عالم جديد يبقى ساعدني اوصل للناس اللي محتاجه تسمع عن الكتاب ده. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، والاهم من كل ده انك تقول لي في الكومنتات ايه العاده اللي قررت تبدا بيها النهارده، لاني عارف انك هتبدا دلوقتي وهتيجي تشكرني بعد سنه، وانا مستنيك. سلام.